السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا معكم أم أحمد من قناة عمايل إيد بوسي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية بطاطس كده، حاجة كده في منتهى الجمال وحلوة ومرملة وبطريقة كده إن شاء الله سهلة جدا وبسيطة وهتعجبك أوي أوي إن شاء الله. جبت صينية حلوة كده وعندي بصلتين كده، براحتك بقى انت ست الكل، عايزة 3 بصلات عايزة بصلتين اللي يريحك. أنا كان عندي بصلتين كده وهقطعهم شرايح. هقطعهم شرايح كده براحتك، عايزه تعمليها مربعات اللي انت حره، عايزه تعمليها شرايح زي ما انا بعملها كده براحتك خالص يا ست الكل. خرطت كده بصله وبخرط البصله التانية بالراحه وعلى مهلك، شرايح على قد ما تقدري تكون رفيعه جدا. هنا كده خلاص خلصت البصلتين. عندي بقى قرن فلفل رومي كده، كان عندي قرنين كده في التلاجة طلعتهم. لو حابه سبايسي براحتك يا ست الكل، احنا عشان بس ما بنحبش الحراق، فعندي قرنين فلفل رومي كده هقطعهم. لو عندك برضو فلفل الوان انت حر يعني، طبعا دي حرية شخصية. وقطعت كده القرنين زي ما قلت لك يا ست الكل، لو حابه فلفل رومي براحتك، حابه سبايسي براحتك اللي انت عايزاه. قطعت البصل قطعت الفلفل. بعد ما قطعت البصل وقطعت الفلفل، هحط بقى هنا شويه فلفل اسمر حلوين كده، معلقه حلوه ومعلقه ملح، وهمسك البصل مع الفلفل واروح بقى ايه دعكاهم الاتنين مع بعض جد يعني جامد جدا جدا عشان البصل ينزل ميته. وفتحي بقى كده الدوائر من بعضها، وهفضل بقى انا ايه ادعك في البصل ده كده لما يدبل معايا خالص تحت ايديا كده مع الفلفل. طبعا الحركة دي بتخلي البصل ينزل ميته، بيستوي اسرع وبيبقى زي السكر بصراحة. اهو طبعا البصل الشرايح بيبقى ماسك في بعضه، فاحنا هنطلعه من بعضه كده فرايح كده من بعض، فرغيه من بعضه كده. خلاص كده دعكت البصل مع الفلفل مع الفلفل الاسمر مع شوية ملح كده. عندي بقى البطاطس بتاعتي طبعا الكمية اللي انت عايزاها. طبعا انا اقطعها شرايح، لا هي كبير لا يعني لا هي تخينة قوي ولا رفيعة قوي، حاجة كده في الوسط. والكمية اللي انت عايزاها، عايزة كيلو بطاطس عايزة 2 كيلو، اللي انت عايزاه يا ست الكل. هقطع كده البطاطس بتاعتي.
هفضل اقطع كده لما اخلص الكميه اللي معايا. هقلب بقى البصل مع الفلفل الرومي، مع الفلفل الرومي مع الملح مع الفلفل الاسمر مع البطاطس كده، وكله ياخد من بعضه كده عشان البطاطس تتحيق ويبقى طعمها حلو. يعني تقلبي كده البطاطس مع الفلفل مع البصل، طبعا مع التوابل، لو انت حابه بهارات براحتك اللي انت عايزاه يا ست الكل. خلاص كده انا قلبت البصل مع البطاطس مع الفلفل الرومي. هكمل برضو كده التقطيع، دي كنت ناسيها كانت على جنب. الكميه اللي انت عايزاها يا ست الكل، حبه كيلو براحتك، حبه كيلو ونص، 2 كيلو، اللي انت عايزاه. واقلبي بقى البصل مع البطاطس، برضو البصل الكميه اللي انت عايزاها، عايزه اقل من كده براحتك، عايزه اكتر من كده براحتك. اهو. حبه فلفل الوان اللي انت عايزاه. عندي بقى هنا دقه راس توم كده وسط، دقي ناعم خالص، راس توم وسط كده بتديها ريحه تحفه بصراحه. التوم بيخلي صينيه البطاطس يعني بصي ريحتها تقلب الدنيا. هرش كمان حبه فلفل اسمر حسيتهم قليلين. عندي هنا كده حبه بابريكا، رشيت طبعا حبه فلفل اسمر زودتهم، وحبه بابريكا كده يدوها لون حلو كده مع الطماطم. البابريكا بتدي لون في منتهى الجمال، ولو بابريكا كمان مدخنه بتبقى حلوه قوي قوي. خلاص كده يبقى البصل مع البطاطس مع الفلفل الرومي، ولو حبه الوان براحتك، حبه فلفل اسمر، حبه ملح، حبه بابريكا، راس توم متوسطه. وقلبي كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه يا ست الكل. انا هنا بقى بغسل الطماطم عشان طبعا اجهزها واعصرها احطها عليها. هنا كده خلاص. عندي بقى مكعب مرق الدجاج، لو مش حابه براحتك خالص اللي انت عايزاه يا ست الكل. حط كده مكعب دجاج فوق الوش كده.
زي ما قلت لك يا ست الكل كده ضربت شفشق حلو كده. برضو الكميه اللي انت عايزاها، عايزه اكتر من كده براحتك، عايزه اقل من كده براحتك، اللي انت عايزاه. احنا بنحبها في الوسط بصراحه، بحبش الطماطم بتاعتها كتير قوي. وفي ناس كمان بتقطع لها طماطم شرايح، يعني في ناس ما بتحبهاش معصوره كده، بتقطع البطاطس، بتقطع الطماطم، بتبقى كلها شرايح في قلب بعضها. حبه زيت كده، حبه صغيرين كده، حوالي معلقتين 3. عندك سمنه بلدي طبعا، يا ريت طبعا، بتبقى احلى واحلى. حطيت كده معلقتين 3 زيت. عندي كده بقى معلقتين سمنه، وزي ما قلت لك يا ست الكل لو حابه سمنه بلدي تبقى زي العسل. عندكم الخير يا رب. حطيت كده معلقتين 3 زيت، وحطيت معلقتين سمنه حلوين، وهقلب كل الكلام الحلو ده مع بعضه. البصل مع الفلفل الرومي، ولو حابه الوان براحتك، مع البطاطس، مع شرايح البصل، مع الفلفل الاسمر، مع الملح، ولو حابه بهارات براحتك يا ست الكل، مع مكعب مرقه الدجاج. وقلب قلب كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه، مع طبعا راس التوم المتوسطة. التوم بيخلي صينية البطاطس حاجة رهيبة. لو ما جربتيش فيها فصين توم جربي كده وادعيلي. خلاص كده قلبتها كلها مع بعضها. ادي صينية البطاطس خلاص كده، بعد ما قلبتها كلها في قلب بعضها كده. هنا بقى يا ست الكل رحت حطها على البوتاجاز. النار بتاعتك تكون عالية جامد جدا، اول غلوة، او يعني اول غلوة كده لازم تكون النار بتاعتك عالية جدا جدا جدا، ما تكونش النار واطية خالص. لو وطيتي النار في بداية البطاطس هتروح عاملة منك يعني ايه، بكة مية. البطاطس طبعا فيها مية، فهتلاقي المية دي خرجت من البطاطس، وصينية البطاطس عملت منك ما بتبقاش حلوة خالص. فانتي ان شاء الله بعد يعني بعد ما تخلصيها كده، روحي معلية عليها النار خالص، وسيبيها لما تاخد ايه غلوتين 3 كده مع بعض. هنا كده صينية البطاطس بقى بدأت تغلي معايا، وزي ما قلت لك يا ست الكل انا معلية النار بتاعتها مش مهدية خالص. بدأت تغلي معايا اهي.
ادي صينيه البطاطس بتغلي معايا. زي ما قلت لك يا ست الكل كده، ما توطيش عليها النار خالص في البدايه كده، لازم نسيب النار بتاعتنا عاليه جدا جدا، والا البطاطس هتلاقيها بكت معاكي ميه كتير قوي. فانا هسيبها تغلي كده بقى ايه، وتخرج مع بعضها كده يا ست الكل. ايه بتغلي مع غلي، بعد ما غلت معايا كده اول غلوتين تلاتة، وهاتي بقى من تحت لفوق كده يا ست الكل، قلبي فيها كده علشان كلها تاخد سوا واحد ونار واحدة. يعني انا من وقت للتاني كده هقلب فيها. دوقي طبعا الحياء بتاعها، لو محتاجة منك شوية ملح اللي انت عايزاه، حابة تزودي لها سنة فلفل اسمر براحتك، اللي انت عايزاه يا ست الكل. تعمله في الهنا يا رب. انا كده خلاص، بصوا بقى لما قلبتها بقت كلها بتغلي من كل الجوانب، لازم تبقى ايدك فيها كده. البطاطس كده كلها بتغلي معايا كده، لازم تغلي معاكي من كل الجوانب. سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت ومش مكلفة، حاجة كده في منتهى الجمال. يعني أنا عملت جنبها حبة رز وشوية ملوخية وحاجة كده، يعني والله سهلة جدا، يعني بسيطة جدا، ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. برضو زي ما شايفة كده اهو، هقلب فيها تاني من تحت لفوق كده، واجيب اللي تحت فوق عشان كله يبقى سوا واحد. ما تسيبيهاش عشان ما يبقاش فوق ني وتحت هو اللي مستوي. مش قادرة اقولك الريحة كانت عاملة ازاي، والله العظيم كانت قلب البيت اهو كده. ويا جمالها بقى لو حطيتي فيها معلقة سمنة بلدي، حاجة كده بتبقى زي الفل. هسيبها كده تاخد ودي برضو مع بعضها. شايفين بقى القطة اتسبكت وبقت جميلة ازاي، وحبة البابريكا كمان بيخلوا القطة حمرا جدا جدا. اهم حاجة انك تقلبي فيها من تحت لفوق من كل، يعني قبل ما تخش طبعا على سوا، لانها لما تخش على سوا مش هينفع تقلبيها والا هتتكسر معاكي. انما هي كده لسه نية. انا هنا كده هديت النار بقى،
خلاص بعد ما كانت النار عالية جدًا، لأ أنا هدّيت النار خالص عشان تستوي براحتها، وعلى مهلها بقى كده إيه وترمّل مع بعضها كده. هافضل مهدية عليها النار، مش هاعلّي خالص دلوقتي خالص، خلاص كده. كل ما كانت النار واطية كده بعد ما تاخد غلوتين تبقى معاكِ صينية بطاطس ما لهاش حل. أهو بُصّي بقى كده، باقلّب أنا فيها دلوقتي، هافضل أقلّب فيها كده من تحت لفوق علشان ما يبقاش في حاجة نيّة تحت، المستوي تحت والني فوق. إمم. هي كده خلاص داخلة على سِوَى. شايفين اتسبّكت وبقت زي الفل. هنا كده برضه هاروح جايبة اللي تحت فوق، هي لسه نيّة برضه شايفة ما شاء الله ما اتكسّرتش ولا حاجة، لإنها لسه نيّة. هي اتسبّكت مع بعضها كده، خلاص كده ممكن مش هاقلّب فيها تاني إن شاء الله. عندِك شوربة زوّدي شوربة، عندِك مَيّة مغلية أنا هازوّد برضه فيها شوية مَيّة. مهدية النار خالص. أهو. هافضل بقى أنا كده مهدية النار عليها خالص، خالص لمّا تستوي براحتها.
طبعا قلبتها من تحت لفوق زي ما انت شفتي عشان ما يبقاش اللي تحت مستوي واللي فوق هو اللي ني. بس اول ما تلاقيها دخلت معاكي على سوا ما تحطيش فيها معلقه خالص خالص عشان ما تريش معاكي، تطلع معاكي صينيه بطاطس تحفه. انا لسه مهديه عليها النار، مش هعلي النار بتاعتي خالص. هنا بقى يا ست الكل هزود انا بقى كده حبه ميه، بصي حبه صغيره بحبه صغيره، عندي حبه ميه مغليين كده، حبه صغيره بحبه صغيره. لو انت حابه في البطاطس صوص يعني حبه يعني يبقى فيها دمعه كده والولاد يغمزوا بيها او يحطوها على الرز، زودي شويه ميه حلوين. انا ما بحبها يعني ناشفه، ما بحبهاش فيها صوص جامد، فانا هزود حبه بحبه، كل ما تحتاج مني هحط، ما احتاجتش مني خلاص. اهو برضو بحرك كده، بحرك كده عشان خاطر بس ما تلزقش معايا. هي كده ما شاء الله خلاص داخله على سوا، خلاص هسويها بقى كده. لو احتاجت مني حبه ميه تانية هحط. بص انا مخليها ناشفه خالص، ما بحبهاش يعني فيها ميه فيها صوص دمعه كتير. لو انت حابه يبقى فيها صوص طماطم كتير زودي شويه شوربه، لو عندك زودي ميه مغليه لو انت عايزه براحتك. برضو انا مهديها على النار مش معليه، وهفضل برضو مهديها على النار لما تستوي. تاني مهدية عليها النار، مش هعلي عليها النار خالص. وزي ما قلت لك يا ست الكل لو احتاجت مني شوربة هحط، انا ما عنديش شوربة هحط مية. كان عندي حبة مية مغليين كده، وكل ما تحتاج مني هحط ايه شقشاق بشقشاق كده، يعني حبة صغيرة بحبة صغيرة. لو انت حباها ليها صوص كتير زودي حبة مية كتير او شوية شوربة شوية يعني حلوين. بس ما تعليش عليها النار عشان تستوي براحتها، اللي بس في الاول بس تعلي النار بس في الاول اول غلوتين، بعد كده تروحي مهديه النار بتاعتك خالص.
اهو خلاص كده، بحركها بس عشان ما تلزقش معايا. ما تقليش يا ست الكل، ولا اتهرت مني ولا اتكسرت مني ولا اي حاجه. اهو كمان حبه ميه كده، لو حبه زياده انتي براحتك اللي انتي عايزاه. انا بحط حبه صغيره بحبه صغيره عشان عايزاها ناشفه، مش عايزاها فيها طماطم كتير. اهو قلبي بقى اللي تحت فوق كده، بس كده وخلاص. سيبيها بقى لما تستوي معاك كده، تبقى زي يعني بصي زي الزبده كده. هدي كده، خلي النار بتاعتي كده في نص الصينيه. انا هنا كده بسويها عشان مبيبقاش جنبي عليه تحتيه النار وجنبي لا، تبقى كلها سوا واحد. ما شاء الله عليها، اتسبكت وبقت زي الفل، وريحتها جميله جميله جدا جدا. بصي كده، بشوفها كده استوت ولا لا. هي لسه فاضل لها تكه بسيطه كده. ظبطي النار تحت الصينيه، وبرضو دنك مهديه عليها النار خالص لما تستوي براحتها. ظبطي كده، هاتي الجنب ده ناحيه الجنب ده. يعني لو في نار عندي زي حالتي كده، أصل انا عندي العين بيبقى جنب وجنب، فعشان كده بضطر ان انا اسوي الصينيه بتاعتي. ده اني مهديه عليها النار. خلاص كده مش هقلب فيها تاني ولا اي حاجه. خلاص عشان ما تتكسرش معايا، هي كده ما شاء الله لا اتكسرت ولا اي حاجه، زي الفل واتسبكت مع بعضها كده. وده اني مهديه عليها النار لما تبقى زي الزبده معايا. دي خلاص فاضل لها حاجات بسيطه وتستوي. من احلى الاكلات بصراحه صينيه البطاطس دي، سهله وسريعه ومبتاخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه.
اهو. تجسي بس كده بايدك كده تلاقي البطاطساية رملت معاكي، يبقى هي كده استوت. متستعجليش عليها وسيبها لما تستوي على الهادي. انا هفضل كده برضو مهديه عليها النار، مش هسيبها خالص ولا هعلي عليها ولا اي حاجه. ده اني مهديه عليها النار كده، لما تستوي براحتها كده تبقى زي الزبده. صينيه بطاطس ملهاش حل، بتبقى جميله جدا جدا في العزومات. سهله وبسيطه، الطماطم فيها قليله مش كتيره. حابه زي ما انت عايزه، زي ما قلتلك مثلا حابه بطاطس كتيرة زي يعني براحتك، عايزة أقل براحتك، عايزة طماطم أقل براحتك، عايزة طماطم أكتر براحتك. ممكن تحطي فلفل ألوان، ممكن تحطي بهارات زيادة اللي انت عايزاه. أنا هيك هنا كده بجسها كده خلاص، حاساها ان هي قربت تستوي معايا خلاص كده. خلاص قربت تستوي. لو حاسه ان في واحده زي ما انا كده حسيت ان هي مثلا نيه فوق الوش، روحي حطها من تحت وطلعي المستويه فوق بالراحه وعلى مهلك، لما كلها تستوي تبقى زي الفل معاكي. ده اني مهديه عليها النار خالص خالص، مش هعلي النار خالص. هي كده خلاص داخله على السوا، يعني خلاص فاضل لها حاجات بسيطه. من احلى الاكلات، تحفه. زي ما قلت لك، لا وقت ولا مجهود ومش مكلفه يعني الى حد ما. يعني انت حره في يعني في كميتها، عايزه بطاطس اقل، عايزه بطاطس اكتر، طماطم اقل، طماطم اكتر، اللي انت عايزاه. فهي بصراحه حلوه في كده. عايزه بصلايه واحده براحتك، نص بصلايه براحتك، بصلتين، اللي انت عايزاه يا ست الكل. فهي بتبقى صراحة وجبة يعني حلوة جدا جدا وجميلة بصراحة وسهلة، يعني أنا بستسهلها قوي.
خلاص كده بجسها اهو، استوت معايا على فكرة خلاص، يعني بقت زي الفل. تكة كمان كده خلاص كده بصوا. لو حاسه ان في حاجه نيه بروح حطها من تحت كده، ما تخافيش يا ست الكل. بصوا ما شاء الله انا قلبتها بس فيش واحده اتكسرت. خلي بالك وانتي بتقلبي وبراحه وعلى مهلك خالص. اي واحده حساها لسه ما استوتش ولا حاجه روحي حطها من تحت كده، وطلعي المستويه شويه فوق. وبرضو هفضل مهديه النار، لازم النار بتاعتك تبقى هاديه. لسه مهديه عليها النار. شايفين الجمال؟ حاجه كده روعه. زبده يا جماعه والله العظيم زبده. بصوا ما شاء الله خلاص كده مش متحملة خلاص. ما شاء الله عليها. بصوا ما شاء الله زي الفل. ولا الا ريحتها. يا عيني عليها لو معلقة سمنة بلدي فوق الوش، يا عيني. تاكلي احلى واجمل صينية بطاطس. خلاص هي كده استوت، انا هرفعها من على النار كده خلاص. البطاطس بتاعتي كده استوت، وبتقولك تعالي كليني. تمام خلاص كده انا ركنتها على جنب. عندي بقى هنا كده فضلة خيركم كده كام ورك كده. جبت حلة على البوتاجاز. طبعا كمية الشوربة اللي انت عايزاها. هحط كده الحلة على النار، المية بس تغلي معايا. هنعمل مع بعض احلى شوربة فراخ مع بعض. تحفة جدا جدا. استني بس المية بتاعتي تغلي. احط بصلاية، اساس الشوربة طبعا بصل. طماطمية كده تكون وسط، تخلي شوربة زي العسل. انا استنيت لما المية بتاعتي سخنت، رحت حاطة فيها بصلاية طماطمية، حبة فلفل اسمر. لو عندك جزر حطي، طبعا الجزر بيبقى جميل جدا جدا في الشوربة. يبقى بصلاية طماطمية حبة فلفل اسمر، شوية ملح طبعا حسب الحياء بتاعك.
حطيت مكعب ماجي، لو مش حابة براحتك اللي انت عايزاه يا ست الكل. وهسيب الكلام ده كله يغلي مع بعضه، لما البصل مع الطماطم مع مكعب الدجاج مع الفلفل الاسمر مع الملح يغلوا مع بعض كده غلوة حلوة، عشان يعمل لك احلى شوربة. لازم المية بتاعتك تغلي، ما تحطيش الفراخ سواء فراخ سواء لحمة، ما تحطيش الحاجة بتاعتك غير لما المية بتاعتك تغلي. طبعا النار بتاعتك تكون عالية. استنيه بس المية تغلي معايا. حاطه فيها زي ما قلتلك، حاطه فيها بصلايه طماطميايه، عايزه ورق لورا براحتك، عايزه فص حبهان براحتك، اللي انت عايزاه يا ست الكل. انا حطيت بصلايه وطماطميايه وسط كده ومكعب ماجي وفلفل اسمر وملح. المنكهات دي زي ما انت عايزه براحتك خالص، الحاجه اللي تحبيها حطيها، عايزه جزر حطي براحتك. بص كل الكلام الجميل ده بقى غلى مع بعضه كده وبقى زي الفل وريحته جميله جدا جدا. عمل شوربه قبل ما نعمل الشوربه كمان. غلت معايا كده وبقت زي الفل. هنا بقى كده عندي وركين كده هحطهم في الشوربة، غسلها طبعا بخل ملح ليمون، دعكة دعكة حلوة جدا جدا. وبعد ما بتتنقع معايا كده بشطفها طبعا شطفة حلوة قوي، وبروح حطها في الشوربة بعد ما تغلي اهو. لازم تكون الشوربة مغطية الفراخ بتاعتك عشان كلها تبقى سوا واحد. هسيبها بقى تغلي مع بعضها كده. طبعا دي ظبطنا بقى خلاص، ظبطنا فلفل اسمر وظبطنا الملح. طبعا دوقي الشوربة بتاعتك، لو محتاجة ملح زودي، مش محتاجة خلاص حطي الكمية اللي انت عايزاها. يعني ظبطي الحياء بتاعك. هسيب بقى كل الكلام الجميل ده يغلي مع بعضه. تكون النار بتاعتك عالية مش واطية، في بداية بس اول غلوتين تلاتة كده.
هقلب بقى كده برضو عشان الفراخ كلها تبقى سوا واحد. طبعا احنا محققين الدنيا مع بعض، فلفل اسمر وملح، بصلايه، طماطميايه، زي ما قلتلك يا ست الكل المنكهات اللي انت عايزاها. عايزه تحطي ورق لورا، عايزه تحطي حبهان، عايزه تحطي جزر، اللي انت عايزاه المتاح عندك اعمليه. هسيب بقى كل الكلام ده الجميل ده كده يغلي مع بعضه لحد ما الفراخ تستوي. قلبي بقى كده يا ست الكل، وقت الفراخ بقى من تحت لفوق كده علشان كله يبقى سوا واحد. دوقي وظبطي الحياء بتاعك، لو محتاجة ملح حطي، مش محتاجة خلاص. انا لقيتها محتاجة شوية ملح صغير رحت حاطه. انا سايبه كل ده كده يغلي مع بعضه، ياخد ويدي كده، الفراخ كده تاخد دي مع بعضها، من وقت للتاني روحي مطلعه اللي فوق اللي تحت فوق علشان كلها تبقى سوا واحد. لازم تبقى كمية الشوربة مغطية الفراخ علشان تبقى تستوي، يعني كلها تستوي حتة واحدة، ما تبقاش جنب وجنب، يعني حتة وحتة. مم. زي ما قلتلك احنا نكهنا الشوربة بتاعتنا بصلاية، طماطميايه، شوية ملح وفلفل اسمر. وانت يا ست الكل لو حابة تحطي اي حاجة حطيها، بتبقى جميلة جدا، لو فيها ورق لورا، لو فيها فص حبهان، لو فيها جزراية. صراحة الحاجات دي بتخلي الشوربة في منتهى الجمال، تعملي بيها احلى اكل. اهو. البصلاية بتخلي الشوربة زي السكر، والطماطمية كمان حاجة كده بتبقى زي العسل. لو هتعملي منها حبة ملوخية بتبقى زي العسل بصراحة.
اهم حاجة في الفراخ انها تستوي كويس جدا، ما تخليهاش نية ولا حاجة، لازم نسويها كويس جدا جدا. هنا بقى على فكرة يا جماعة، انا كده خلاص كنت مهدية النار بتاعتي على الشوربة، يعني اول غلوتين بس تبقى النار عالية، بعد كده رحت مهدية خالص الفراخ تستوي براحتها خالص. مهم. متستعجليش عليها، لما تستوي براحتها خالص تبقى زي الفل معاكي. دوقي الحقيقة، ظبطي الحقيقة بتاعك، لو محتاجة شوية ملح، محتاجة تحقيقها بحبة فلفل اسمر تاني، اللي انت عايزاه يا ست الكل. هقلب بقى الفراخ بتاعتي كده واجيب من تحت لفوق. ما شاء الله بقت زي الفل، والشوربة زي العسل، ورايقة وجميلة ازاي، وريحتها كانت زي العسل، ريحتها كانت زي الفل، وطعمها سكر. ظبطي بس الحياة بتاعك كده، يعني تحفة. هقلب برضو من تحت لفوق علشان تبقى كلها سوا واحد. هاتي اللي تحت فوق عشان تبقى كلها سوا واحد، ولازم تبقى المية مغطية الفراخ كده يا جماعة. ما شاء الله عليها، بقت شوية، بصوا شوية شوربة ملهمش حل، طعمهم حلو جدا، بصوا شكلهم رايقين، حاجة كده زي العسل. انا كده عملت صينية البطاطس، سويتها وبقت زي الفل. لما تسيبيها، لما تهدي عليها النار خالص تستوي براحتها وتبقى زي الزبدة معاكي. سلقت الفراخ معاكي طبعا، يعني طريقة سهلة برضو بسيطة. تغسلي الفراخ بشوية ليمون وشوية ملح، وتسيبهم في منقوع النحل في المحلول دوت، لما الفراخ تبقى نضيفة جدا جدا، وتشطفيها شطفة محترمة كده، وتحطي مية مغلية فيها بصلاية طماطمياية، زي ما انت عايزة، أي منكهات، عايزة جزر، عايزة فص حبهان، عايزة ورقتين لورا، تروحي حاطة كل أي حاجة بتدي للشوربة طعم بصراحة. فيعني بصوا بتبقى ريحتها في منتهى الجمال.
وصينية البطاطس طبعا ما خدتش مننا لا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، ويعني يعني في متناول الايد، وحلوة جدا بصراحة وخفيفة، وبتنفع في العزومات. ما بتاخدش وقت وحلوة قوي. الشوربة بصوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله لا قوة الا بالله، حلوة قوي. تعملي بقى منها حبة ملوخية، انا عملت ملوخية في منتهى الجمال عليها، شوية ملوخية خضر كده حلوين قوي. هتجيبي الملوخية تغسليها تقطفيها وتخرطيها، وتفصلها فصين حلوين توم كده، وتحمري التومة. بعد ما تدوقيها طبعا تحمري التومة وتحطي عليها الشوربة وتسقيتي الملوخية، بتبقى حاجة زي العسل. هنا كده خلاص الفراخ داخلة على سوا. اعرف منين ان هي استوت؟ طبعا من لما الرجل بتاعت الورك دي بتروح فاصلة عن يعني اللحم يفصل عن العظم، تعرفي ساعتها ان خلاص الفراخ بتاعتك استوت. خلاص هي كده داخلة معايا على سوا خلاص. اهم حاجة ان النار بتاعتك تكون توطيها بعد اول غلوتين، تاخد تدي مع بعضها كده اول غلوتين، تروحي بعد كده مهديه النار عليها خالص، تبقى معاكي زي العسل وتستوي براحتها كده وتبقى جميلة. خلاص الشوربة بتاعتي خلاص على سوا. سوينا مع بعض الفراخ، سوينا مع بعض البطاطس، ولا خدوا وقت ولا خدوا مجهود ولا اي حاجة. اكلة سريعة سهلة، ما خدتش وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. تعملوا في الهنا يا رب. طبعا وانت في المطبخ كده تستغفري تذكري الله، طول ما انت واقفة الأكل بيبقى زي العسل بالتسمية، سمي الله على طول في أكلك. فبصراحة ذكر الله على الأكل بيخليه في منتهى الجمال، بتحسي كده بالبركة، بتحسي إن الأكل بتاعك ليه طعم تاني مختلف. طبعا نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم طول ما احنا واقفين، فتلاقي الأكل في منتهى الجمال وبيبقى مميز جدا سبحان الله. تعملوا يا رب في الخير يا رب، وتعملوا في الهنا. هقلب برضو الفراخ كده زي ما قلت لك يا ست الكل، تعرفي منين ان هي استوت؟ لما العظم يخرج من اللحم، يخرج من العظم كده من عند القصبة بتاعت الرجل من تحت، اعرفي ساعتها ان الوراك بتاعتك استوت خلاص. سواء فرخة سواء وراك، لازم الجلد اللحم يفصل عن العظم. طبعا جنب صينية البطاطس دي تعملي حبة رز. عايزة رز واحدة واحدة براحتك، عايزة رز بشعرية زي ما انا كنت عاملة كده براحتك، اللي انت عايزاه يا ست الكل. شوية ملوخية خضرة حلوين كده. بصراحة بتبقى أكلة في منتهى الجمال، ومش متعبة ومفيش مجهود، يعني سهلة وبسيطة بصراحة. كل ما النار بتاعتك كانت واطية على الفراخ، كل ما بتديكي طعم أحلى. بتستوي براحتها، بتلاقي طعمها زي العسل بصراحة. لما تكون النار عالية من أول السلق لحد آخره، لأ، هي بس أول غلوتين وتروحي مهدية النار بتاعتك خالص.
خلاص كده الفراخ بتاعتي داخلة على سوا خلاص. شايفين الشوربة وجمالها عاملة ازاي؟ حاجة كده زي الفل. استوت معايا، بصوا حاجة زي الفل. اول ما تلاقي القصبة بانت واللحم خرج اللحم خرج من العظمة كده من تحت، اعرفي ان الفراخ بتاعتك استوت خلاص. ان انا اتلخبطت وعليت النار وبعدين هديها تاني دلوقتي. اه بصوا هديتها اهو. الفراخ بتاعتي كده خلاص استوت وبقت زي الفل. وادي صينية البطاطس خلصناها، وسلقنا الوراك خلاص هحمرها، وعملت جنب صينية البطاطس دي شوية رز كده يعجبوكم والله، بيبقى زي العسل. حبة رز بشعرية كده. عملت حبة ملوخية خضر كده حلوين. أكلة سهلة وبسيطة وما خدتش وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة ونال رضاكم، وما تنسوناش في اللايك كده والاشتراك في القناة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم يا رب على خير وفي احسن حال ان شاء الله. وان شاء الله تكون ست بطس عجبتكم. السلام عليكم.